السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل رز بالشعريه وملوخيه وفراخ. اكله حلوه كده. طبعا مفيش بيت مصري بيعدي عليه اسبوع لما يكون عامل الاكله دي، لازم كل اسبوع نعملها. يلا بقى هنعملها كده، وهقول لكم على شويه حاجات، يعني هقول لكم على الطريقه اللي انا بعملها بيها يعني. وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتعجبكم. انا بصراحه اتربيت على ان انا بخرط الملوخيه، اول مره في حياتي ما اخرطهاش واضربها في الهاند بلندر المره دي، بس كانت النتيجه حلوه. طبعا غليت الميه وحطيت فيها هنا بصلايه وجزر وفصين توم. وغسلت الفراخ كويس وصفيتها من الميه. صفيها من الميه لان الميه بتاعت الفراخ حتى بعد ما تغسليها بيبقى فيها زي زفارة كده، فلازم تصفيها وتشيل التكتلات اللي في القلب بتاع الكبدة، عشان تبقى الشوربة طعمها حلو. شايفين الشوربة حتى يعني ما فيهاش ريم، رايقة خالص. فشلت الريم من على الوش اللي ظهر. وبعد كده حطيت الحبهان والفلفل الاسود وورق اللورة، عشان انا لو كنت حطيته في الاول كان ممكن يتشال مع الريم. وغلت الفراخ خلاص، وهوطي عليها واسيبها تستوي. وملحناها طبعا. وطبعا انا بس عايزك لو عملتي الفراخ زي ما بقولك الخطوات بقولك عليها دي، عمرك ما هتلاقي فيها اي ريحة زفارة، ولا هتلاقي فيها اي حاجة انت مش حباها، لان في ناس كتير ما بتحبش شوربة الفراخ. وطبعا دي فراخ بلدي وطبعا كل واحد ليه حد بيجيب منه موثوق فيه. هتطلعي احلى شوربة. بصوا انا عايزة اوريكم، بصوا الشوربة عاملة ازاي. الجزر اللي بيبقى في الشوربه ده بيبقى طعمه جميل جدا. التوم ده بيعمل كمنكه، والجزر برضو بيخلي الشوربه حلو وطعمها حلو. ممكن تحطي كرفس. نيجي بقى للرز بالشعريه اللي انا برضو هسقيه بالشوربه اللي انا عاملاها. حطيت معلقه سمنه وزيت. طبعا الكميه حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. بس انا بحب ازود الزيت شويه عشان الرز يطلع مفلفل، وكمان عشان الشعريه تتحمر كويس وتبقى لونها ذهبي. بحط بقى مع الرز بتاع الرز بالشعريه لما يكون عامله ملوخيه او عامله طبيخ كده طعمه حلو. بحب احط مستكي كده تسيح في الزيت والسمنه، بتطلع ريحه حلوه قوي. يعني والله بجد اللي هيجرب الطريقه اللي انا بعمل بيها الرز بالشعريه دي مش هيغيرها. الشعريه بقت لونها ذهبي خلاص، وهجيب بقى الرز. يعني أنا لو حاطه كوبايه شعريه بحط قصادها كوبايتين رز. بصراحه انا بحب الشعريه تبقى كتيره، وولادي برضو بيحبوا الشعريه تبقى كتيره في الرز. حطيته بقى وهحمرها كده تحميره خفيفه عشان يطلع مفلفل. وطبعا هحط بقى نص معلقه جنزبيل صغيره كده، هو تجربوها برضو هتعجبكم قوي. وهسقيه بالشوربه بتاعه الفراخ. انا بصفي الشوربه عشان ما يجيش يعني في الرز اي حاجه بصل توم الكلام ده. فبحب اصفي الشوربه قبل ما احطها. طبعا الميه عقله فوق الرز. سبته اهو اتشرب خلاص. قلبه تقليبه خفيفه طبعا، واحطه على نار واطيه. ما بجيش جنبه تاني لحد ما يستوي. الملوخيه هنا طبعا متقطفه ومغسوله وناشفه عشان ما تعملش ريم، لو ما فيها ميه هتعمل ريم. وبحب اعملها بالعروق بتاعتها دي، بتبقى مسكره. طبعا بقى زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا اول مره بصراحه استخدم الهاند بلندر معاكم اهي، يعني اول مره اعملها. جبت كبشتين شوربه صغيرين كده وحطيتهم عشان الهاند بلندر يضرب الملوخيه. بصراحه النتيجه جميله جدا. يعني عجبني وعجبتني ومنجزه منجزه جدا. طبعا احنا حاطين شوربه قليله، لسه هنزود شوربه تاني. وحطيت بقى نص معلقه توم صغيره كده اهوت عشان تغلي مع الملوخيه. وكملت بقى سقيتها شوربه عشان اظبط القوام بتاعها. بصوا عرق الملوخيه. دي اكتر حاجه تبين الملوخيه ناجحه، ان الملوخيه يكون ليها عرق. جبت معلقه سمنه بلدي حلوه كده اهوت وحطيتها في الطاسه، ومعلقه توم عشان اعمل الطشه بتاعه الملوخيه. وحطيت شويه كزبره من غير سكر بقى ومن غير كربونات ومن غير اي حاجه. هي الملوخيه خضرة وجميله زي ما انتم شايفين، وطعمها مسكر وزي العسل، يعني مش هنحط لها اي حاجه. بس وجبت شويه زيت ومعاهم معلقه سمنه برضو، هحمر فيهم الفراخ. عشان بصوا تحمير دوت هوريكم دلوقتي. بصوا جميله ازاي اللون. السمنه والزيت بيخلوا لون الفراخ جميل جدا. وان شاء الله تجربوا كل حاجه قلت لكم عليها وتعجبكم. ويلا بقى اشوفكم على خير.